هلا بنا. طبعا جانا مقطع جديد. طبعا اليوم بشحنت قبل كم مناسبة خلصت العام. طبعا ما اقدر صايح لنص رايح فيها، فيلا بشتري اول شيء معكم. طبعا فلوس 2 اول شيء بشتري ذا البيت. طبعا بشتري وارجع لكم. شحنته بطني تابع تسوق. طبعا انا بشحن مرة واحدة واشوفهم كلهم. طيب وش باقي؟ ثواني بس بطلع بشحن هذا حق الاطفال بيبي. كذا يضحك ما ادري. اوكي ونفس الشيء بشحن. يلا نعمل كل تسكر. الزبدة اني شحنت اشياء كثير بعد شوي بوريكم. طبعا عندي هذا البيبي ابغاه. طبعا بشحن قطار اول شيء عشان يسافرون، ثاني شيء عشان هذا البيبي الكيوت. فيلا بسم الله. طبعا ما قدرت اني اصور لكم عاد كل شيء وانا اشحنه، لان ترى مره صعب. وبعدين كل شوي يعلق، كل شوي اغلط في رقم، فيعني لمتى الحين بوريكم اني شحنت اغراض. طبعا مره المليون ما شاء الله. ترى عادي. اول شيء هذا البيت مره اسطوري. هذا اللي هنا اللي في الناس، خلونا نشوفه. بطل يلبس حبوب. اوكي يلا بسم الله. الصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. استغفر الله نسيت. طبعا هذا ليش حلو، هذا مرة يجنن هذا البيت. طبعا يا حلوين. طبعا هذه الأشياء اللي شريتها طبعا اللي جات صراحة أنا هذا مرة يجنن. شوفوا ليش كذا معلق ليه؟ اوكي ما علينا. خلينا نشوف. طبعا هنا في طاولات تجنن. دروج صراحة مرة عجبني. هذا مرة عجبني صراحة، مرة اسطوري. وحتى ذا حلو، كلها حلوة صراحة، كلها تستاهل بالنسبة لي، كلها حلوة. الرفوف جنن، استارة حلوة، فرشة حلوة، هذه مرة تجنن حلوة صراحة، يعني صدق ما اقدر اصايح. طبعا هنا في حمام الله يكرمكم. طبعا هذا مرة يجنن، هذا مو بس للحمام، هذا كل شيء يعني. ترى انا بشيل الولد في هنا. هذا اني وداني امزح. الله يا حبيت. طيب اوكي حلو. هذا حلو، حتى هذا حلو. في صراحة كل شيء حلو، والله اني ما اكذب عليكم يا بنات ان كل شيء حلو. غيرت العائلة. طبعا بتشوفون هذه الاشكال فكرا اويلي مين هذه جاد. ليش غيرت العائلة؟ لا والله ما غيرتها، بس غيرت اشكالهم لان انا شاحنة. وطبعا شلت هذاك شو اسمه، شلت خالد، حطيت بداله فهد، اللي هو نونو فهد. وهذه توأم. وهذه طبعا هذه كانت روز، غيرت اسمها صار اسمها رفيف. ووعدكم وعد اني معدني بغير اسمها قسم بالله. تمام فبس يعني. وطبعا هذه هاجر وهذه هيفا. بس هيفا والله ما ادري يعني احس الشعر مو مره لابق عليها. فايش رايكم انتم يعني ايش حط شغل هيفا؟ طبعا انا مره نفسي احط هذا مره، بس احس انه مو بلابق على ملامحهم، ما ادري صراحه. فما ادري انتوا عاد احتاج رايكم ترى. فما ادري، فاحتمال اني اخلي هذا شعرها لانه صراحه كيوت، لكن بنفس الوقت ما ادري صراحه. وطبعا اذا بغيره بعطيكم خبر. طبعا شحنت ملابس، شحنت بيت جديد، وترقبوا مقاطع زي الفل في الاجازه الصيفيه. مرة أحبكم. طبعا مرة قربنا على 3000 يعني أصلوني كذا مرة يجنن. بس يا حلوين أتمنى عجبكم المقطع. إذا عجبكم حطوا لايك واشتراك وبس. مرة أحبكم، وبإذن الله يمكن أسوي عائلة ثانية، يمكن. بس إنه لا أذكياء، قصدي إنه يعني أنتوا جدا أذكياء. أيوة قصدي إنه يعني عائلة وعائلة إنه يكونون جيران، فهمتوا؟ بس أحبكم.